ناس غلابه مش معاها، لا ده انا هاخد منك ايصال امانه واحبسك. التجاره بيجي كتير خالص خصوصا في مجال الصحه، ما بيجيش فيه اي انسانيه، الموضوع بيجي تجاره. الو، ايوه يا فندم، ممكن لو سمحتي تنوريني في الحضانه دلوقتي؟ ابنك تعبان ومحتاج يتنقل حاليا على سوهاجه او اي مستشفى تاني او اي حضانه كبيره كمان. ماشي اتفضلي مستنيكي. طبعا ده اللي بيحصل لما انت بتكون سايب ابنك في حضانه في مركز البلينه، بيتم الاتصال بيك بعد طبعا ما بتسيبه بتاع يومين 3 4 5، بيتم الاتصال بيك يقول لك ان ابنك تعبان وعايز يتم تحويله من الحضانه دي على مستشفى كبيره او على مكان كبير اكبر من اللي هو فيه. انت طبعا جاري على الحضانه تقول له ايه اللي حصل وبتاع، هيقول لك ابنك يعني احنا طلبنا الاسعاف قدامها بتاع ساعه لغايه ما تيجي وتوصل لنا هنا، بس ابنك تعبان وفي حاله خطر. طبعا الولد بيكون اصلا متوفي، بس هو بيكسب وقت عشان تيجي انت تكمل المستحقات بتاعتك. يقول لك بس لو سمحت انا عايزك ان انت تخلص لي المستحقات الاول قبل ما احنا نتحرك وقبل ما احنا نروح ونشتغل على الحته دي. طبعا انت كواحد لو انت راجل غير مقتدر فانت بتقول له انا مش معايا فلوس، او لو انت واحده غير مقتدره فانت مش معاكي فلوس. اللي بيحصل ان هو بيمضيكي ايصال امانه، يا اما بياخد منك ذهب كرهن لغايه ما تجيبي الفلوس. وكمان يعني المعامله بتكون مش الطف حاجه، غير انه اصلا ثمن الليله في الحضانه بيكون ما بين 1800 ل 2200، يعني سعر خيالي احنا ما شفناهوش في حياتنا الا في حضانات البلدان. مشاهدينا الكرام، انا طالع النهارده اتكلم معاكم على موضوع مهم جدا، موضوع مستفزني انا شخصيا ومستفز كل الناس، ويمكن المشكله دي هتلاقوها بتقابلني وبتقابلكم وبتقابل كل الناس اللي موجوده او اللي هي بتعاني من الحته دي، وهو موضوع الحضانات اللي في البلينه. طبعا مفيش دكتور اصلا مقيم في الحضانات، بتلاقي دايما اغلب حالات الوفيات في الحضانات، بتلاقي دايما كان عندنا اكتر من مشكله ومصيبه كانت حاصله في حضانات البلينه. الموضوع بيجي استثماري بحت، ما بيجيش فيه اي انسانيه، الموضوع بيجي تجاره، ما هو الا فلوس بتتاخد من هنا وتتاخد من هنا، واستثمار يكون من هنا واستثمار يكون من هنا. الموضوع اصبح ما هو الا تجاره في البشر، تجاره في البشر. طبعا اللي بيحصل كالاتي، انه اغلب الحضانات اللي هي موجوده في البلينه، في ناس كتير مش من البلينه فاتحه حضانات عندنا في مركز البلينه، وفي ناس برضو من البلينه فاتحه حضانات في البلينه. فهو تفكيره كله انه البلينه دي ناس معاها فلوس، ناس مطلعه اثار، ناس بتتاجر مش عارف في ايه، ناس معاها بيزنس كتير، ناس بتاعه الكويت فهم معاهم فلوس كتير، فارفع اسعار الحضانات، السعر اللي احنا ما بنلاقوهوش في مصر الدولي او في مستشفى الحياه او في اي حضانه او في كيدز او اي حضانه موجوده في سوهاج، بنلاقوهوش غير في البلينه، وهو ان انت بتدفع من 1800 ل 2200 سعر الليله. وكمان الدكتور اللي بيحولك على الحضانه، الدكتور اللي بيحولك للحضانه اصلا انت ممكن طفلك ما بيكونش محتاج حضانه، ده هو بيحولك على الحضانه لانه هو بيكون اصلا مظبط مع الحضانه دي عشان ياخد نسبه كوميشن، ياخد كوميشن من الحضانه مقابل ان هو بيودي ابنك او طفلك هناك. طبعا الموضوع مريب، مش احسن حاجه، الموضوع حرفيا يستفز اي حد. فطبعا هو مجرد ما بيبقى طفلك مثلا عنده صفرة، محتاج سبام، محتاج اكسجين، محتاج مش عارف ايه، ممكن الطفل اصلا ما يحتاجش حضانه، فهو بيبعته عشان بياخد في الطفل او في اللي بيروح له بياخد من 500 600 جنيه في الحاله، ده الدكتور، ده غير الحضانه. يعني اصلا الحضانه بتحط لك مثلا 1800 بتطلع منها 600 للدكتور، 1200 هي بتاخدها كرسوم دخول او كقصه هناك، غير انه اصلا ما فيش هناك ولا رعايه صحيه ولا دكتور اصلا مقيم في اغلب الحضانات اللي موجوده في البلينه. واغلب الحضانات الموجوده في البلينه على الله حكايتها، كلام انا بقوله مش بقوله بس، ده كلام انا شكاوي مبعوتالي، رسائل جايالي، ناس كتير كلمتني بتشتكي وبتحكي لي حالات وبتحكي لي قصص وروايات على موضوع الحضانات اللي موجوده في البلينه. فانا حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم في الموضوع لان الموضوع ده مستفز. التجاره بيجت كتير خالص خصوصا في مجال الصحه، ويمكن التجاره مش في موضوع الحضانات بس، لا ده في المحامل، التحاليل، وفي الصيدليات وفي غيره وفي غيره. بتبقى تجاره ما بين الدكتور وما بين الحضانه، ما بين الدكتور ما بين المعمل، ما بين الدكتور وما بين الصيدليه، انا هبعت لك روشته فلان دي انت تصرف لي علان. طبعا انا هتكلم معاكم باستضافه اكتر في الموضوع ده في الحلقات اللي جايه عن موضوع الصيدليات برضو، موضوع المعامل، التحاليل، لان الموضوع مريب جدا. بس انا النهارده موضوعي كله عن موضوع الحضانات بتاعه البلينه. ارجو من العلاج الحر يتابع الموضوع، يتحرى الدقه، يشوف الحوار ماشي ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، القصه دي مش معتادين عليها اصلا. ارجو برضو من مديريه الصحه ان هي تتابع الحوار. مناشده طبعا لوزاره الصحه انه اللي يحصل اللي عندنا في الصحه في سوهاج مريب وغريب وما يستحملوش عقل ولا دين. الموضوع اصبح
اصبح تجاره بيتاجروا فينا احنا كبشر، بيتاجروا في الاهالي، ناس غلابه مش معاها، لا ده انا هاخد منك ايصال امانه واحبسك بسبب ان انت راح تحط ابنك في الحضانه عشان يعيش، وهو اصلا ابنك مش محتاج حضانه، ده الدكتور بعته للحضانه عشان خاطر هو ياخد الكوميشن بتاعه. الموضوع يا جدعان اصبح تجاره. الطفل لو محتاج مثلا يوم في الحضانه بتاع الحضانه بيخليه بالاربع ايام والخمس ايام عشان يعد عليك فلوس. الموضوع اصبح تجاره، الموضوع اصبح مريب اقسم بالله. طبعا احنا يعني الموضوع مش هنا وبس، احنا لسه هنتكلم في اكتر من مواضيع ثانيه، وهجيب لكم حالات تحكي الموضوع ده قدامكم وتقول لكم على اللي بيحصل في حضانات البلد. ان احنا محتاجين ان احنا كلنا نوقف وقفه راجل واحد، واي دكتور يحولك لحضانه معينه باسمك ما تروحهاش، روح شوف الحضانات الحكوميه، روح شوف الحضانات ثانيه خاصه بعيدا عن اللي هو بيقولها لك، شوف اي قصه ثانيه، ما تمشيش على نفس كلام الدكتور، لان المعظم والا من رحم ربي من الدكاتره، يعني هم في دكاتره قليلين جدا اللي هم محترمين في البليانه او في اي مركز من مراكز سوهاج، الا من رحم ربي طبعا، بس باقي الدكاتره كلها ما يهمهاش غير البيزنس والفلوس والكوميشن مش اكتر ولا اقل. اتمنى ان انتوا تشيروا معايا الفيديو وتدعمونا بكومنتات ولايكات عشان خاطر الفيديو ده يوصل لكل الناس، عشان كل الناس تاخد بالها وتخلي بالها من القصه دي وما توقعش في فخ التجاره بالبشر. شكرا لكم.